هل عنده مشاعر ليكي ولا لا؟ الفيديو ده اتطلب مني وانا هعمله لكم النهارده علشان الناس اللي طلبوا مني. هنعمله على طاقه حجرين بالظبط. الحجر الاولاني هيكون حجر عين النمر، والحجر التاني هيكون حجر العقيق. اول قراءه هتكون للناس اللي حروف اسم الشريك بتاعها من اول حرف الالف لغايه حرف الصاد، والقراءه الثانيه اللي هتكون بحجر العقيق هتكون بحرف الضاد لغايه حرف الياء. يلا بينا. الناس اللي اختارت اول قراءه او اللي حروف اسم الشريك بتاعها موجوده بحجر عين النمر، ونقول يلا. هل لي مشاعر؟ هل في مشاعر عنده ليكي؟ مشاعره ايه ناحيتك؟ يعني هناخد كارتين او لا. هل في مشاعر؟ وهنقول لك مشاعره ايه بالكارت التاني. يلا بينا. الناس اللي حروف اسم الشريك بتبتدي من اول حرف الالف: ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص. يلا بينا. هل في مشاعر ولا لا؟ هل في مشاعر يا جماعه ولا لا؟ الإجابة بتقول في مشاعر عنده ليكم، بس المشاعر مشاعر قوية كمان هنا. بس خلينا نشوف ايه نوع المشاعر اللي موجودة عند الشخص ده اللي انتوا سألتوا عليه واللي احنا بنسأل برضو عليه. هي مشاعر قوة، مشاعر حب، مشاعر فيها اشتياق، مشاعر فيها طاقة أنا شايفك حلوة، شايفك جميلة، شايفك عندك طاقة جمال، طاقة كل حاجة حلوة. انتوا شايفين الكارت حتى اللي ظاهر شكله ايه؟ طاقة القوة. شايفكم محب ليكم بقوة. يعني المشاعر هنا هي مشاعر قوية ومشاعر حب صادق ومشاعر عظيمة. تعالوا نشوف الناس اللي اختارت الحجر التاني حجر العقيق، ونقول إجابة السؤالين بتوعنا. هل عنده مشاعر ناحيتك؟ وايه نوع المشاعر الموجودة؟ للناس اللي حروف اسم الشريك بتاعها بتبتدي بحرف الضاد: ط، ظ، عين، غين، ف، قاف، كاف، لام، ميم، نون، ه، واو، ويه. يا ترى عنده مشاعر ليكي او ليك ولا لا؟ يلا بينا نشوف فيديو المشاعر. وهل عنده مشاعر ولا لا؟ وناخد ورقة. الإجابة بتقول عنده مشاعر داخلية، عنده مشاعر روحانية. يمكن يكون ما بيصرحش عنها، يمكن ما بيكونش بيقولها، بس هنا الفيديو بيقول ان في مشاعر داخلية ومشاعر من الأعماق جدا جدا. ايه نوع المشاعر دي بقى يا ترى؟ تعالى نشوف ونقول لك ايه نوع المشاعر. انتم متخاصمين او زعلانين او متضايقين، في قرار انتم مستنيينه من الشخص ده. المشاعر هنا مشاعر قلق، ناس قلقانه من حاجه او وصول حاجه معينه. هنا اللي انا شايفاه انه ممكن يكون فيها شويه متربصين لبعض، مستنيين حاجه من بعض، فيها شويه قلق. اصحاب القراءه الثانيه ركزوا ايه الحاجه اللي انتم مستنيين تعرفوها من الشريك، او مستنيين او الشريك مستني يعرفها منكم، وقولوا لنا عليها في التعليقات بتاعتكم، وهستنى رايكم. شكرا ليكم وباي باي.